القصة اللي أحكيها دي نهايتها كانت صدمة بكل ما تحمله من كلمة. من غير ما أطول عليك، حط سماعاتك وسيب اللي في إيدك وركز معايا علشان هنبدأ الحكاية. كان عندي ساعتها 7 سنين لما أبويا وأمي وأنا وأختي ياسمين قررنا نخرج خروجة عائلية. وإحنا ماشيين في الشارع، ياسمين شافت محل ألعاب مليان عرايس شكلها ملفت. ياسمين راحت قدام المحل، وبالأخص قدام عروسة معينة، وما كانتش عايزة تتحرك. أبويا حاول يلهيها بأي حاجة تانية، لكن ياسمين دخلت ومسكت العروسة وفضلت تصرخ لأنها عايزاها. ولما أبويا سأل على سعرها، لقى سعرها مبالغ فيه جدا. راح لياسمين وحاول يفهمها ان مش لازم كل حاجة تعجبنا نشتريها، لكن ياسمين زعلت منه جدا وفضلت متكلمش حد طول اليوم. ولما رجعنا البيت، ياسمين دخلت اوضتها وكانت بتعيط. ابويا قرر يعمل لها مفاجأة، وتاني يوم وهو راجع من الشغل عدى على المحل واشترى العروسة لياسمين. ولما دخل البيت اداها العروسة. ياسمين صرخت من كتر الفرحة، وبقت العروسة ملازمة ياسمين في كل الأوقات، في الأكل والنوم وحتى في الحمام. قلنا في الأول إن دي عروسة جديدة ومتعلقة بيها، وشوية وتعلقها بيها ده هيقل مع الوقت، لكن المرعب تعلقها بيها بيزيد يوم عن يوم. في أول أيام ما حصلش أي حاجة غريبة، أو كنا فاكرين إن ما حصلش حاجة غريبة. بدأنا نلاحظ إن ياسمين بدأت تتغير، يعني عيونها مجهدة، صحتها بتضعف، وكلامها كان قليل. والغريب انها كانت بتصحى كل يوم مفزوعة بالليل وفي نفس الميعاد تقريبا. ياسمين كانت بتشتكي ان جسمها كان بيوجعها، ولما رحنا للدكتور لاحظ ان جسمها كله مليان كدمات. الدكتور قال بعدها حاجة غريبة جدا، قال بزعيق: ما تجيش عندي العيادة تاني، واحمد ربك ان مش هبلغ عنك. انا بصراحة ما كنتش فاهم حاجة ساعتها، لكن لما روحت البيت وسمعت امي وابويا بيتكلموا، عرفت ان الدكتور كان فاكر ان ياسمين حد بيضربها. وطبعا الكلام ده مش حقيقي. ولو تلاحظ انا ما جبت سيرة العروسة في اي حاجة من اللي اتقالت، لان الطبيعي محدش بيشك في عروسة لعبة، وده كان اكبر غلط غلطناه. امي وابويا ابتدوا يحطوا عينيهم على ياسمين اكتر، وبدأوا يركزوا معاها اكتر واكتر. بدأوا يلاحظوا ان ياسمين بتقعد هي والعروسة لوحدهم في الضلمة، وده غريب على فكرة، علشان ياسمين كانت بتحب دايما تنام في النور، وكانت دايما بتخاف من الضلمة، وده طبيعي عند اي طفل. لما كانوا بيسألوها انت كنت بتكلمي مين، ما كانتش بترد. الموضوع زاد اكتر لما جالنا شكوى من المدرسة ان ياسمين مش مركزة وقاعدة دايما سرحانة، ولاحظوا ان ياسمين ما بتخرجش من اوضتها غير لما بتاكل وتشرب وتخش الحمام. فمرة حبيت ألعب مع ياسمين، لكن رفضت بطريقة غريبة وقالت احنا ما بنحبش نلعب مع أطفال كبار. أنا اترعبت واستغربت إن ياسمين بتتكلم بصيغة الجمع. المرعب هنا إن اللي بحكيه ده ممكن يحصل مع أي حد ويبان إنه طبيعي. في يوم أبويا قرر ياخد العروسة ويروح يرجعها. المشكلة إن احنا ملقيناش المحل، ولما لفينا وسألنا الناس قالوا إن مفيش محل ألعاب هنا. ابويا سكت، وشفت في عينيه كأنه خايف يعترف انه مش فاهم حاجة، وقرر يرمي اللعبة في الشارع، مع انه كان عارف ان ياسمين كانت بتحبها وروحها فيها. ولما روحنا البيت كانت المفاجأة، لقينا ياسمين قاعدة في اوضتها ومعاها العروسة. ابويا ساعتها اتأكد ان كل المشاكل اللي بتحصل بسبب العروسة دي، وقرر ياخدها ويحرقها. لكن امي كانت بتترجاه يسيب العروسة علشان ياسمين كانت بتحبها وما بتلعبش غير بيها. ابويا تجاهل الكلام ده كله وقال ان ده شر ولازم نتخلص منه. ياسمين راحت ومسكت العروسة وكأنها بتقول ان مفيش اي حد يقدر ياخدها مني. ابويا ساعتها ما كانش عارف يعمل ايه، بس هو كان جواه مقرر ان هو لازم يتخلص من العروسة دي بأي شكل من الاشكال ومن غير ما ياسمين تحس. ابويا قعد شهور مستني بس فرصة ان ياسمين تسيب العروسة من ايديها. وطبعا مش عايز اقولك ان الشهور دي عدت علينا ازاي، كانت مرعبة بشكل غير طبيعي. يعني في مرة جت جارتنا تزورنا
وكانت بتسأل على ياسمين، وياسمين خرجت من اوضتها بشكل مش متعودين عليه، وراحت على جارتنا وسألتها سؤال مرعب: امتى هتيجي؟ جارتنا ما كانتش فاهمة حاجة وقالت: هو انت بتكلميني انا ياسمين؟ ياسمين قالت: انا بكلم اللي في بطنك. كلنا كنا مرعوبين من اللي بتقوله ياسمين، وفعلا عرفنا بعدها ان كانت جارتنا حامل. وفي مرة تانية كنا بنسمع ياسمين في اوضتها بتتكلم كلام مش مفهوم وغريب، ولما ابويا بحث عن الكلام ده لقاه طلاسم بس متقالة بالشقلوب. ابويا كان مرعوب ازاي ياسمين كانت قادرة تقول الكلام ده، وتعلمته من مين. المهم جت الفرصة لابويا انه ياخد العروسة من ياسمين من غير ما تشوفه ولا تحس بيه، وكان عايز يرميها من البلكونة. بس قبل ما يرميها ابويا حس ان العروسة تقيلة بشكل مش طبيعي، وقرر انه يفتحها ويشوف ايه اللي جواها. ولما فتحها اكتشف شيء مرعب جدا. العروسة كان فيها ورقة مكتوب عليها كلام غريب، وكان فيها شعر وسنان وعظم. ابويا اتأكد ساعتها ان العروسة دي في ناس بيعملوا بيها سحر اسود، وبشكل لا ارادي ابويا رمى العروسة من البلكونة، ويا ريته ما عمل كده. بعدها لما دخلنا على ياسمين لقيناها مش بتتكلم ولا بتتحرك. خدناها بسرعة ووديناها لأقرب مستشفى، لكن للأسف فات الأوان علشان ياسمين ماتت. الطب الشرعي كان مستعجب من حالة الوفاة، لأن التقرير كان مكتوب فيه نفس اللي حصل للعروس. في آخر القصة أنا مش بطلب منك إنك تصدقني، بس أنا بطلب منك إنك تكون حذر. اطمنوا على عيالكم وراقبوا تغيراتهم، وما تسيبهمش لأي حاجة تسيطر عليهم حتى لو كانت مجرد لعبة.